ازيكم يا اصدقاء؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. ميعادنا النهارده مع منهوة جديده حماسيه جدا. بس في البدايه مش انسى تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. حابب اشكر كل الناس اللي بتدعمني وتعلق ليا في الفيديوهات. تبدا المنهوة بتاعتنا براجل بيجري ناحيه مشهد مرعب جدا، وكل اللي واقفين بيقولوا عليه انه بيجري بسرعه وبيقطع الوحش بسرعه البرق. وهنا الوحش بعدها بيبدا ينزف وبيزعق وبيقول بغضب: ازاي تجرؤ انك تهاجمني كده وانا الحاكم؟ والراجل اللي كان من شويه بيقول له ان فيه هجوم جاي ولازم انه يجري، بس الوحش في طريقه ومش عارف يتحرك. وهنا الحاكم بيفهم الموقف وبيهجم عليه، والراجل بيصرخ عشان يحذره. واول ما الحاكم ضرب الارض، الراجل لف بسرعه وتفادى الضربه وقطع الوحش تقريبا لنصين، وهو بيقول له ان دي النهايه بتاعتك. وبنعرف بعد كده ان اسمه شودرا، والناس حوالين منه بتهنيه ولقبته بلقب قاتل الحاكم الساقط. والشاب ده عنده 22 سنه، والناس بيقولوا انه بطل اقوى واكتر اعتمادا من اي حد تاني شافوه. واللي شايل الشنطه ورا منه كان عباره عن اخوه الصغير هيومو، كان عنده 18 سنه وفخور جدا باخوه الكبير. اما شودرو فبيشكره على انه حافظ على الامتعه بتاعته، وهيومو قال له ان ده اقل واجب المفروض يقدمه له، وانه سعيد جدا انه قادر يفيدهم حتى لو بشيء بسيط. وهنا في اللحظه دي كانت عباره عن مليانه دفء واخوه حقيقيه بين الاتنين. وبنعرف بعد كده ان من 30 سنه ظهرت الكوارث لما اليويا، اللي هم عبارة عن ال8 مليون حاكم، اتجنسوا، وظهرت الأبراج الساقطة، ومعاهم كمان بدأ يكون الحكام الساقطين، والوحوش بدأت تخرج من الأبراج دي، وما عادش فيه سلام في العالم. والأمل الوحيد للبشر دلوقتي هم المختارين اللي كانوا بيحملوا الأسلحة المقدسة اللي بتسكن في أرواح الحكام. والأبطال دول بيهاجموا الأبراج الساقطة، ولو قدروا إنهم يهزموا الحاكم الموجود في الطابق الأخير بيرجعوه من جديد ضمن الحكام ال8 مليون. ومن بين الأبطال في 3 معروفين إنهم الأقوى، وبيتقاتل عليهم النخبة ال3، وأشهرهم وأقواهم هو شودرو. وبفضل مجهوداته عدد الحكام الساقطين بدأ يقل، والسلام بدأ يرجع للعالم شوية شوية تدريجيا. أما هيومو فكان مجرد تابع شايل العدة ومش قادر إنه يقاتل، ودايما بيجري بس، وكان بيتمنى إنه يقف جنب أخوه في المعركة، لكنه عرف بسرعة إنه عبارة عن عبء عليهم. ومع ذلك كان عايز يشوف بعينه إنجازات أخوه العظيمة، ويحضر اليوم اللي فيه أخوه يقدر يطهر كل الحكام الساقطين ويسترجع العالم كما كان. وفجأة الوحوش بدأت تهجم على شودرو. واحد من أعضاء الفريق قال لهم إنهم لازم يكملوا بأقصى طاقتهم، لكن في حاجة لمست أورباي وخوفته تماما. وهيومو استدار بسرعة وبدأ يسأله عن اللي حصل، وبنعرف إن اسمه أوراباي، وكان في وحش طائر بيجري ناحيته بسرعة. لكن شودرا في لحظة واحدة قطعه النصين بسيفه، وسأله لو هو بخير، وقالوا إنهم كويسين. لكن شودر لاحظ حاجة تانية، إن في عدد من الوحوش بيزيد جدا، وقال لهم إنهم بقوا قريبين من الهدف. وأورابي قال إنه مش مقتنع أصلا إن هزيمة الحكام الساقطين هترجع العالم لطبيعته كما كانت. وهيومو بيعترف إنه بيفكر في نفس الكلام، لكن شودرو قال إنه مش عارف هيفضلوا عايشين لحد إمتى، وبيحكي عن إشاعات بتقول إن الأبراج اللي تم تطهيرها بدأت ترجع للحياة مرة تانية. وهيومو لاحظ إن أورابي كان باين عليه التعب والإرهاق، لكن شودرو بيطمنه وقال انهم هيكملوا لحد ما ينهوا اللعنه دي. وقال لاخوه ان هو وسيفه الملعون هيعملوا كده فعلا، وطلب من هيومو يبدا يفكر في حياته بعد ما السلام يرجع تاني للعالم. وساله: نفسك تعيش فين لما الدنيا ترجع تاني بخير وانا احقق لك امنيتك على الفور؟ وهنا هيومو قال له انه نفسه يعيش حياه هادئه في الريف. فشودرا بيضحك وقال له ده مش حلم شبابي خالص. وبعدها ظهر قدامهم جسر، وشودرا قال له انه هيمشي اول واحد والكل يمشي ورا منه بحذر. وهيومو بدا يقلق وقال لنفسه إن لو تهاجموا هنا مش هيقدروا إنهم يعملوا أي شيء، بس رجع ثقته وقال إن أخوه دايما بيشق الطريق مهما كان. وهم عند الباب شودرا سألهم لو كانوا جاهزين، وقال لهم بحماس: يلا ده وقت المعركة. لكن هيومو حس بحاجة غريبة، وأول ما شودرا دخل حس إن في حاجة غلط هو كمان، لأن الوحوش جوه مش كانت بتهاجم. وقال لهم يستنوا وياخدوا بالهم ويركزوا. وفجأة الأرض اتفتحت من تحتهم وابتلعتهم بالكامل، لكن شودرا قدر إنه يمسك هيومو ويرميه لبره وهو بيقول له استحمل. وشودرا قال ان اوربي هيكون اخر واحد، وهنا اوربي بيوافق وبيقول له تمام. لكن بعدها شودرا قال له هخلصك. وساعتها اوربي حصل منه الكارثه، غدر بيه وطعنه في صدره. وهنا هيومو بيصرخ باسم اخوه، وشودرا بيقع على الارض. واوربي بيقول له لو عايز تنقذني يبقى لازم تكون انت القربان من اجلي. وهنا شودرا حاول يسحب سيفه لكنه فشل، وهالة حمراء غريبه بدات تغطيه. اما هيومو فبينادي عليه تاني، لكن شودرا بدأ يصرخ جامد لحد ما صرخاته
اتحولت لضحك غريب جدا. وهنا هيومو فهم ان في مصيبة حصلت، خصوصا لما سيف اخوه طار ناحيته ووقع عند رجله. وفي صوت غريب اتكلم وقال لهم ان الجسد ده مليان طاقة اكتر من اللي كان يتوقعها، وان السيطرة على جسد واحد من النخبة التلاتة كانت عبارة عن صفقة رابحة جدا. ووربي ركع قدام الكيان ده وقال له شكرا يا سيد سوتشي انك ناديت عليا. وهنا سوتشي اللي استولى على جسد شودرا قال له انه هيحقق كل امنياته كمكافأة. اما اوربي فقال له انا تعبان جدا من الخوف وعايز اعيش بسلام حتى لو ما كنش انسان. وهيومو بيتصدم ويسأله ليه خانهم وضحى بأمل البشرية عشان مصلحته الخاصة. أما الفريق كله فسحب سلاحه وقال إنهم هينقذوا شودرا. وهنا سوتشي بيبتسم وقال إن دي هتبقى تسخينة كويسة عشان يتعود على الجسد الجديد. وبيرفع صبعه وبحركة خفيفة جدا موت واحد من المقاتلين فورا، وبعدين مد إيده لتحت وقطع واحد تاني لنصين زي قطعة اللحمة بالظبط، وما خدش في إيده أي وقت. وهيومو أدرك ساعتها إنه لازم يتصرف، وشاف سيف أخوه الملعون قدامه وقال لنفسه يمكن لو استخدمته أقدر أرجعه. يمكن يكون لما رماه ما كانش بيهاجمه، لكن كان بيسلمه السيف عشان يكمل هو القتال. وفعلا بيمسك هيومو السيف وقال مش قادر، لكن إيد خرجت من جسد أخوه وخنقته. وهنا هيومو قال وهو بيتألم أخويا أمل البشرية وفخرها. وسمع صوت طالع من السيف نفسه بيقول اديني جسدك هنرجع شودرا سوا. وهنا السيف بيقطع الدراع اللي كانت ماسكاه. أما سوتشي فبيتفاجئ ويقول ايه الحركات دي. وهنا هيومو حس ان جسمه بيتحرك لوحده وسأل نفسه هو الصوت ده فعلا خارج من السيف. والسيف قال له ان اللي سرق جسم شودرا هو سوتشي ذات نفسه، واحد من الحكام الساقطين اتولد من رغبات البشر ويأسهم، عبارة عن طفيلي بيستمد قوته من حياة الناس. وقال له ان لازم يهاجمه قبل ما يسيطر بشكل كامل على جسد شودرا. وهنا هيومو اخوه بيندفع بقوة بالهجوم، لكن اورباي وقف في طريقه وقال له سيب ده عليا. وطاقته الزرقاء بدأت تغمر المكان وشعره بقى طويل جدا. وهيومو كان واقف قدام خصمه والراجل بيقول له بسخرية انت مجرد زيادة عدد، طول عمرك كنت عالي علينا وكنت بكرهك من زمان. وفي الوقت ده سوتشي كان بيبتسم ابتسامة شريرة وهو حاسس ان الجسد اللي استولى عليه بيحاول انه يقاومه، بس هو مش كان مهتم وشايف ان المقاومة دي ملهاش اي لازمة. وبيأمر اورباي وقال له بصوت متغطرس اتخلص من السيف الملعون ده وامسح الولد ده من الوجود. وهنا هيومو بيتنفس بعمق وقال لنفسه انا لو سبت اخويا كده في ناس كتير ممكن تموت، كل اللي اخويا ضحى علشانه ممكن يضيع، وده مش ممكن اسمح بيه ابدا. في اللحظه دي حصل جوه تغيير غريب، كأن في حاجه صحيت جواه فجأة، ومع السيف اللي فيه بدأ يقطع كل الوحوش اللي طاير عليه بخفه وبسرعه مش طبيعيه. وهنا اوربي بيتنرفز وقال له وهو بيضحك بسخريه ايه يا ابني شكلك اتغيرت عشان مسكت السيف الملعون ده. وراح يهجم عليه، لكن السيف اللي في ايد هيومو قال له بسرعة سيب جسمك ليا تاني لأن الخصم ده قوي عليك جدا لوحدك. بس المرة دي السيف سكت كأنه اتفاجئ، لأن هيومو كان قادر فعلا إنه يواجه أوربي لوحده من غير ما يقع. والسيف قال له بصوت خافت عندك عين قوية بس الدفع لوحده مش كفاية، ولو فضلت إنك تدافع بس مش هتكسب. وهيومو بيتفاجئ وقال له أنت إزاي عارف اسمي؟ والسيف بيرد عليه ويقول له لما تلاقي الخصم بتاعك بدأ يقل الحرص بتاعه اضرب من غير أي تردد، ساعتها هتكون فرصتك. وهنا هيومو قال له بثقة تمام أنا هثق فيك زي ما أخويا وثق فيك قبل كده. وهنا أوربي بدأ يضحك بجنون وقال القوة اللي بحس بيها دي دلوقتي مفيش أي حاجة تقدر تعديها، محدش هيقدر إنه يوقفني. بس هيومو ما تأثرش وهجم عليه بشكل مباشر، وقبل ما أوربي يلحق يتحرك كان السيف شقه النصين بضربة واحدة. والسيف قال له بانبهار أنت عندك موهبة حقيقية، شفت لما خدت الفرصة ما تترددش ولا لحظة، وأنت كمان ضربته كده بإرادة من حديد. وهنا هيومو بيرد عليه وبيحاول انه ياخد نفسه ويقول له جسمي خفيف بشكل غريب، حاسس كأني حد تاني تماما، مش فاهم ازاي عندي القوة دي بس هستخدمها عشان انقذ اخويا. ظهرت وحوش جديدة طالعة من الارض، واوربي بدأ يضحك من تاني وهيومو بيشد السيف وقال في المكان ده لو وقفت لحظة هموت. وهنا السيف بيرد عليه بصوت كله جدية وبيقول له لسه بدري يا هيومو، قوتك دي مش كفاية، انت لازم تعدي كل حدودك. وهيومو استغرب وقال الصوت ده نفس الصوت اللي كنت بسمعه من السيف، انت مين بالظبط؟ انت مين يا صاحب الصوت؟ والسيف بيرد عليه بيقول له والسيف بيرد عليه ويقول له انا اسمي جايا مارو، انا الحاكم الوحشي اللي ساكن جوه السيف ده، كنت شريك اخوك شودرا قبل كده. وبصوت مليان حماس قال له التفاصيل دي نحكيها مع بعض بعدين، لكن دلوقتي انا بعترف بيك كجسد لسيدي الجديد. وهنا هيومو حس بقوه غريبه بتجري في عروقه، جسمه بقى خفيف وطاقته انفجرت وقال تمام يلا نروح ننقذ اخويا. وهنا الولد اوربي كان لسه واقف قدامه وبدأ يهجم مرة تانية، بس جايا مورو
قال له اسمع يا هيومو، انا اعلمك الحركات الاساسيه والباقي تتعلمه بنفسك. وهنا هيومو قال له وهو بيهجم: غريب، عمري ما قتلت قبل كده، بس دلوقتي انا عارف ان ازاي هاجم، وبشوف نقطه ضعف في كل خصوم قدامي. وفعلا في نفس اللحظه دي قدر انه يشق الوحش اللي قدامه بنفس الخط اللي كان شافه في خياله. اما اورباي فبيتصدم وقال ازاي الولد اللي كان مجرد شيال الشنط بقى بالشكل المرعب ده. حتى سوتشي ذات نفسه اتفاجئ وقال دي طاقة السيف الملعون، وانا لازم ادمره فورا. وبينزل بضربة قوية، لكن هيومو بيقدر يصدها بكل قوته. وبدأ سوتشي يتبادل الضربات بسرعة معاه مرعبة، وكل واحد فيهم كان بيحاول يتغلب على التاني. وهنا هيومو بيصرخ شاف الفرصة ورفع السيف وقال الضربة دي هتنهي كل حاجة. بس فجأة اورباي دخل بين الاتنين وقال وهو بيتألم: مستحيل اسيبك تعمل كده. وهنا هيومو بيشق جانب اورباي بضربة قوية وقال له انا لازم ارجع اخويا دلوقتي. وسوتشي بصله بنظرة احتقار وقال له انت مجرد حشرة ومش هتقدر تعمل معايا حاجة. ومد ايده ورماها على الارض زي ورقة وقال له انت هتنهار على ايدين اخوك اللي انت بتحبه قوي. وهنا هيومو كان بيتنفس بصعوبة وقال طاقتي بتخلص. وهنا جيامورا بيقول له دي حدود جسمك، ولو سبتني اتحكم في جسمك بالكامل انا هتولى الباقي. وهنا سوتشي بيرفع ايده وقال له انتهى كل شيء. بس قبل ما يضرب في حاجة وقفته في مكانه. هيومو فتح عينه ببطء وسمع صوت اخوه بيقول له دلوقتي يا هيومو، دلوقتي نفذ حالا. وهيومو قلب عزيمة: هخلصك بنفسي يا اخويا. وهنا جايا مورو قال له لو غرست السيف في صدره هنقدر ان احنا نفصل بينه وبين الحاكم، وهو هيتأذى شوية بس مش هيموت. وهنا سوتشي بدأ يصرخ وقال كفاية، اديني الجسم بتاعك، لازمني انا اكتر منك. في نفس الوقت اورباي مسك رجل هيومو وقال له فات الاوان، انت ولد متعجرف. بس هيومو بيصرخ من جواه وقال مستحيل اخسر. وبيرفع عينه وفجأة في ضوء قوي دخل القاعة من بعيد، وضربة ضخمة قطعت كل حاجة في طريقها. وفي صوت حد دخل بقوة وقال حد يشرح لي الوضع اللي بيحصل هنا. واللي قدامنا ده دلوقتي هو عبارة عن أسان ريوزي، وهو رقم 2 في الترتيب. أما هيومو فأول ما شافه كان فرحان، لكن سوتشي قال إن جسمه لسه مش متعود، يعني هيبقى صعب عليه إن يواجه خصمين أقوياء في نفس الوقت. وهنا سوتشي بدأ بعدها يطير بعيد وقال بحسرة إنه للأسف مش هيقدر يدمر سيف اللعنة، لكنه هيسيب لهم الفرصة الصغيرة عشان يعيشوا لوقت مؤقت. وهنا ريوزي ساعتها بيبص له وقال له انت ناوي تهرب من الشباك اللي في البرج؟ وبعدين بيقول لفريقه نقسم نفسنا لمجموعتين وراه. وهم بيتحركوا هيومو حاول يشرح اللي حصل مع اخوه، لكن سمع ناس بتسأل هو الحيوان اللي كان هناك ده كان بيعمل ايه؟ هو شودرا فعلا بقى عبارة عن حاكم ساقط؟ وبعدها واحد بيقول بصوت عالي اللي بيتلبس بحاكم ساقط لازم نتخلص منه بسرعة. وهنا ريوزا لاحظ ان في حاجة مضايقة هيومو وقال له مالك، كمل التقرير اللي انت كنت بتقوله. بس هيومو مشي من غير ما يرد عليهم. وساعتها ريوزا رفع السيف وحطه عند رقبته وقال له بحدة ناوي تروح على فين؟ سيب السيف هنا، السيف ده ما ينفعش يمسكه غير اللي يستحقه بس. وهنا هيومو بيرد عليه بهدوء وقال له انا ما اقدرش، لان السيف ده لو وقع في ايد حد تاني اخويا هينتهي وسوتشي معاه. انا اسف بس لحد ما انقذ اخويا السيف ده مش هيسيب ايد. وهنا ريوزا بيتنهد وقال له بلاش تطارد حلم مستحيل انه يتحقق يا هيومو. كان هيومو بيرد عليه بعزيمه وقال له مفيش حاجه مستحيله، اخويا فاق مره وانقذني، لسه في امل. وهنا ريوزا بيفهمه ان مفيش حد قبل كده اتحرر من سيطره الحاكم الساقط قبل كده، حتى الابطال الكبار. وهنا جه مور بيرد عليه بهدوء وبيكلم مورو وبيقول له واضح ان احنا الوحيدين اللي لسه عايزين ننقذه فعلا. وهنا هيومو بيقول لو مش هيسمعوا كلامي يبقى مفيش قدامي غير الهروب. اما ريوزا فشاف نواياه وقال له انا عارف انت ناوي تعمل ايه. وجه مورو صرخ فيه وقال له استعمل التقنيه بس مش علشان تصيبه، عشان تفتح طريق للهروب. اما ريوزا فكان لسه بيتكلم وفجاه هيومو اندفع ناحيته بسرعه البرق وبيستخدم تقنيه اخوه وهي تقنيه ضربه الرعد. وريوزا بيتفاجئ وقال له دي كانت حركه غير متوقعه بس مش هتهرب مني كده. وقفل عليه الطريق ومسكه من ظهره ورماه تاني في الارض بقوه. وهيومو بدا يفقد وعيه لكنه كان لسه ماسك السيف بايده. اما ريوزا فحاول انه ياخده منه، لكن فجاه هيومو اتكلم بصوت ضعيف وقال انا عارف انك هناك يا جايا مورو. اما ريوزا فبيستغرب وقال الاسطوره بتقول ان جايا مورو ما بيظهرش غير اللي بيعترف بيهم بس على انهم اتباعه، غير كده لا. ومع ذلك هو اختار شودرا من غير ما يظهر ليه، ودلوقتي لازم نختار سيد جديد عشان نرجع الامل للبشريه. اما جيامورو فبيرد عليه بهدوء انا اللي هختار مش انتوا، وهدفي ان ارجع شودرا. وريوزا بيقرب منه وقال له مش مصدق انك قدرت تستخرج قوه السيف بالشكل ده، واضح ان عندك موهبه كبيره واحنا ما كناش نعرف. وهنا المشهد بيرجع تاني بالذكريات القديمه لما كان هيومو صغير
وهو قاعد على السرير، واخوه شودرا دخل عليه وهو مبتسم وقال له عملناها اخيرا، انا تم اختياري اكون حامل سيف الطهاره. وهنا هيومو قال له ده مذهل يا شودرا. وهنا شودرا بيضحك وقال له دلوقتي اقدر اوريك عالم هادي ما فيهوش اي ابراج ولا حتى اي حكام ساقطين. والكلمات دي رجعت هيومو تاني بالذكريات الجميله. فتح عينه تاني، شاف نسخه مظلمه من اخوه، ولما قرب منه شاف عيونه الحمرا تماما، واتضح ان هو عباره عن سوتشي متحكم في جسمه. وهنا هيومو بيصرخ بقوه وقال كل ده بسبب ضعفي، انا السبب، انا السبب اني ما قدرتش انقذ اخويا. اما جايا مور فقال له بصرامه كفايه بكا، قوم بقى يلا مفيش وقت. وهيومو بيصحى فجاه من النوم ويكون مرعوب، وشاف جنبه واحد من زملائه كان اسمه ميكادو، وساله انا فين. وميكادو بيرد عليه بيقول له انت في المستشفى الخاصه بالمقر، ريوزا هو اللي شالك ورجعك لهنا بنفسه، كنت نايم بقالك يومين كاملين. وهنا هيومو بسرعه بيسال طب وسيف الطهاره بتاعي راح فين؟ ما تقولش ان حد تاني خده. هنا ميكادو بيقول له ان السيف دلوقتي عند الجمعيه وهم بيختاروا سيد جديد ليه. وهنا هيومو بيتوتر وقال ازاي السيف اختارني انا؟ لكن ميكادو بيوضح له ان هم بيعملوا اختبارات عشان يشوفوا مين يقدر يطلع اقصى قوه من السيف، والرئيس شايف ان لو السيف راح لواحد عنده امكانيات اكبر هيقدر ان يفيد البشريه بشكل اكبر. وهيومو قال بغضب ده مش هيحصل. وميكادو رد عليه بهدوء وقال له احنا اعضاء في الجمعيه وقراراتنا لازم تكون عشان مصلحه البشر ليست مصلحه شخصيه. لكن هيومو بيرد عليه بعند وقال له انا مش هقعد اتفرج عليكم، لو حد غيري بقى السيد اخويا هيموت، ولازم اكون انا سيد السيف عشان اقدر انقذه. وجري في الممر بسرعه. فجاه نادى عليه واحد اسمه راي، بطل من الدرجه الثالثه، وقال له وريني قوتك. وهنا هيومو بيتجاهله وري بيضربه ضربه قويه وبيبصله باستهزاء ويقول له انت مش ناوي تتفادى الضربه بتاعتي؟ انت المفروض اللي السيف اعترف بيك صح كده؟ وبنبره سخريه كمل كلامه السيف ده مش اي حاجه، ده عباره عن سيف مقدس ساكن في حاكم بيحمي البشر من كل المخلوقات الغريبه، وانت شخص ضعيف ازاي عايز تكون سيد للسيف؟ ومفيش اي فرصه ان واحد ضعيف زيه يقدر يهزم شودرا، ده واحد من الثلاثه العظام اللي كانوا موجودين زمان. والكلام ده قاله ري بنبره كلها استهزاء. بس قبل ما يكمل بنت وقفت وقالت له كفايه يا ري كفايه كلامك ده. ودي كانت ميكي حبيبه شودرو، وقالت له انت رياقتك على هيومو مش هتفيدك بحاجه. لكن ري رد وهو رافع حاجبه ان انا مش بتريق عليه، انا بس بحاول اقول له الحقيقه ان الموضوع اكبر منه بكتير، واللي كانوا ماسكين سيف الطهاره قبله كلهم كانوا ابطال اقوياء قدروا انهم يحموا البشر من تهديدات خارجيه عن العالم ده، مش واحد لسه مش واخد حتى رتبه رابعه. وبنبره كلها غرور قال له انا المفروض امسك السيف وانا اللي هقضي على شودرو. وهيمو بيبص له بعينين فيها غضب وقال له انا مش هسيبك تلمس اخويا حتى لو كان لسه الحاكم الساقط متحكم فيه ولسه عنده وعي ولسه ممكن ننقذه. وميكي ساعتها بيقول له بنبره حزينه ان اللي بتلبسه الحكام الساقطين عمرهم ما بيرجعوا مره تانية، عشان كده الكبار قرروا انهم يتخلصوا منه فورا. بس انا كمان ناوي ادخل اختبارات السيف عشان لو ما ينفعش يتنقذ ابقى انا اللي اخلص عليه بايدي. وهنا هيومو بيعض على شفايفه وهو متضايق وقال الوحيدين اللي لسه عايزين ينقذوه فعلا هما انا وجيا مور، والسيف ده بتاعي انا ومش هسيب السيف ده لاي حد. وفجاه صوت ريوزا بيتسمع من وراهم بعد ما فاق اخيرا وقال خلاص يا بطل، لو فعلا شايف نفسك جدع ورينا قوتك قدام الكل، وكلنا رايحين ساحه التدريب دلوقتي. اما هيومو فبيقول بكل حماس تمام انا موافق. وريوزا كمل وقال وانت يا ميكي وانت يا ري تعالوا كمان معانا، عايز اشوف هتشوفوه قوي فعلا ولا مجرد كلام. ولما دخلوا ساحه المنظر كان مرعب، في وحشين ضخمين كانوا بيظهروا في وسط الميدان ومجموعه من المقاتلين حواليهم بيحاولوا يوقعوهم لكن فشلوا تماما. وفي واحد من الرجاله الكبار اللي كانوا واقفين فوق المنصه كان بيتفرج وقال بملل مؤسف انهم ضعفاء للدرجه دي، دول حتى مش قادرين انهم يهزموا حتى المخلوقات الضعيفه، الفراغ اللي سابه شودرا كان كبير جدا لينا. والراجل ده كان اسمه ماسا وهو رئيس الجمعيه كلها. وبعدها بيبص ناحيه الباب اللي اتفتح، ولما شاف هيومو داخل قال انا سمعت كل حاجه من ريوزا وان مفيش ولا واحد من المرشحين قدر يهزم الوحوش دي، لو نفسك تبقى سيد السيف ورينا بنفسك انت هتسحقهم ازاي، لو فشلت او فكرت حتى تهرب انسى الموضوع ده تماما. وهنا هيومو بيبص له بثقه ومد ايده على سيف الطهاره وقال تمام يا سيدي انا دلوقتي جاهز. وفجاه ظهر جيا مور من بعيد وبكل ابتسامه هاديه قال له النهارده شكله يومك، انت صاحي فايق على الاخر، خلينا نشوف بقى هتقدر تعمل ايه مع الوحوش. وهنا الراجل العجوز كان واضح انه مش هيهزر، فالبطل قرر انه يدخل المعركة من اول لحظة بكل قوته. وماسا قال انه حاسس انهم بيتكلموا عليه من ورا ظهره، بس الوقت جه انهم يفكوا الاختام ويشوفوا قوة هيومو اللي هتكون حقيقية قدام الوحوش دي ولا لأ.
وهنا ميكي قالت إن الوحوش دي هي اللي رئيس الجمعية بنفسه كان حابسها، وإن الأبطال العاديين مستحيل يقدروا إنهم يواجهوها. أما جيامور فبيسأل هيومو عن رأيه، وقال له بثقة مش مشكلة أنا أقدر عليهم. وفضل يبص للوحوش لحد ما لاحظ نقطة ضعفهم، وبعدها انطلق بسرعة وقال إن الثغرات عندهم واضحة جدا. أما جيامور فصرخ فيه وقال له اطلع فوق وهاجمهم بسرعة. وهيومو سحب السيف بتاعه وبدأ يستخدم تقنية في القتال تشبه التقنية بتاعت أخوه تماما، وضرب واحد من الوحوش ضربة قوية قسمته لنصين. أما ميكي فكانت متفاجئة من اللي بيحصل، وقالت هو معقول يوصل للقوة دي عشان بس السيف اختاره؟ أما جيامور فقال له خلاص يلا بينا نخلص على التاني هو كمان. ولما المقاتل هيومو لف ناحية الوحش التاني حصل انفجار ضخم، وسمعنا ري بيقول هو مبتسم حتى من غير سيف النقاء والتطهير الموضوع بقى سهل. وهيومو بيتنرفز عليه وسأله انت بتعمل ايه دلوقتي؟ وري بيرد عليه بيقول له انا بثبت للسيف ان انا الاقدر بيه منك. اما ماسا فبيتدخل وقال واضح اننا قدام اكتشاف مهم، لازم نعرف ازاي نوجههم صح لانكم فعلا امل المستقبل. وبعد كده بنرجع بالذاكرة فلاش باك عن راي وهو عنده 10 سنين، بس السيف المقدس اعترف بيه وبقى بطل. ومن وقتها بدأ انه يقضي على الحكام الفاسدين واحد ورا التاني، والناس كلها كانت شايفاه عبارة عن عبقري. بس مع الوقت بدأ يحس انه مش بالقوة اللي كان فاكرها، وبدأ يلوم السيف بتاعه وقال انه لو عنده سيف اقوى كنت هقدر اقاتل اعداء اقوى. ومع ذلك ولو كان عندي سيف شودرا كنت بقيت دلوقتي اعظم بطل في العالم، وممكن كنت اكون احسن منه. وبعد فترة شفناهم كلهم مستنيين الاعلان عن مين اللي هيكون صاحب السيف الملعون، ومسا بيقول لهم اسف على التأخير بس اخدنا وقت عشان نقدر نقرر مين اللي يستحق السيف. وبناء على القوة والنتائج اللي اخدناها قررنا ان الشاب راي هو اللي احق بالسيف. وهنا هيومو كان بيبان عليه الغضب وقال كده مش هقدر انقذ اخويا. بس مسا بيقول لراي لسه بدري على الفرحة ما تفرحش قوي كده، في اختبار لسه كمان اضافي لازم تروحوا البرج الساقط وتجيبوا هناك نتائج كويسة، وريوزا هيكون معاكم علشان يحكم مين اللي يستحق فيكم فعلا السيف ولا لا. وهيومو هو كمان هيروح حتى لو مش كان هيقاتل ممكن يستفيد بحاجة من الرحلة. ولما وصلوا هناك هيومو قال واضح ان ده الهدف. اما ريوزا فقال من شكل الارض هناك واضح ان الحكام اللي وقعوا هنا كانوا اقوياء جدا. وري بيقول انا عارف وعشان كده انا هستخدم كل قوتي عشان يقدر السيف يعترف بيا. وميكا قالت له خد السلاح ده تدافع بيه عن نفسك على الاقل. وري بيضحك على كلامها ولا انا اجيب بس عشان اقدر اشوف السيف هيختارني ولا لا. ما تلاقيش انا مختلف عن اي حد وهخليه يعترف بيا ان انا احسن من التاني الضعيف ده. وهيومو بيرد عليه بهدوء وقال له فعلا انت قوي بس انا كنت بنفس قوته لما كان معايا السيف المقدس، فلازم اكون افضل من كده. وفجأة بدأت تهاجمهم وحوش طايرة وري قطعهم بسرعة وقال بسخرية الخردة دي مش ند ليا، خلي وحش اقوى يطلع لي. وميكا بصت له وقالت لو بقيت صاحب السيف حياتك كلها هتبقى قتال، مش خايف من المصير ده؟ وهيومو بيرد عليها ويقول لها انا خلاص قررت ان ما ينفعش اخاف لاني لازم انقذ اخويا في اي ظرف ايا كان. وري قال انك صحيح اضعف من اخوك لكن حركاتك دقيقة ما فيهاش تضييع للطاقة. وريزا كانت بتتفرج باهتمام، وفجأة جه مور اتكلم وقال هو ازاي بيتجاهلني كده؟ وهيومو بيرد عليه قال له مش المفروض تكون متجسد في ريجي؟ وجه مور قال له طول ما انا قريب من السيف اقدر اظهر، بس بجد انا زهقت من التجاهل ده. وانه عنده موهبة ماشي بس بيعتمد على القوة الغاشمة مش بيستخدم حتى 10% من قوته، ومع كده اختاره هو يشيل السيف. وكل ده كان بسبب العجوز ماسا. وهيومو بيتفاجئ وقال له لو دي اقل من 10% من قوته فدي حاجة مجنونة فعلا، فلازم اتعلم منه واكون اقوى واسرع. ولما طلعوا فوق السلالم ري وقف قدام الكيان الضخم وقال له الكائن انت جيت تبقى تابعي؟ فري بيضحك بصوت عالي وقال له احنا ما جيناش المكان المقرف ده غير علشان نقضي عليك يا حاكم يا ساقط. وبعديها الحاكم بيضحك وقال كان احسن قرار خدتوه انكم تجولي بالشكل ده، لان من زمان كنت مجرد حاكم محدش كان بيقرب مني والناس نسيتني لحد ما بدأت اتعفن لوحدي. بس بعدين في طاقة غريبة دخلت جوايا وخلتني بقيت اقوى، بدل ما ابقى كيان بيموت من غير قوة البشر بقيت كيان يقدر يسحقهم كلهم. وليه رد عليه بسخرية وقال له كفاية بكاء، وجودك بقى مصدر ازعاج لينا، خلص علينا وامشي. وراح مهاجمه وقطع راسه بالسيف، بس كله بيتصدم لان الهجوم ما عملش اي تأثير. والحاكم بيبص له وقال له انت مستعجل على ايه؟ انت جيت لحد هنا، خليني اوريك شكل يليق بالزيارة دي. وفجأة الضباب بدأ يزيد حوالين المكان، وهيومو قال باستغراب هو ايه اللي بيحصل؟ ليه الضباب بدأ يزيد بالشكل المفاجئ ده؟ وميكي بدأت تتوتر وتتنفس بسرعة، وهيومو حاول يفهم لحد ما بص قدامه
واتصدم لما شاف شودرا واقف قدامه، والحاكم الفاسد بيقول لهم انا اقدر ان انا اخد شكل اقوى شخص من ذاكرتكم، والكل عارف ان الراجل ده هو الاقوى. يعني دلوقتي انا بقيت بنفس قوته. فجأة بدأ يستخدم نفس تقنيات شودرا في القتال. ضربات السيف اللي كانت سريعة ودقيقة جدا، وري كان بيحاول يتمالك نفسه وبيفوق نفسه من اللي بيحصل ويقول فوق ري، فوق يا ري، ده مش شودرا الحقيقي. لكن الحاكم بدأ يضحك وقال له انت فعلا ضعيف، انت مجرد كائن صغير بيتكلم كتير بدون فايدة. وري هنا بيتنرفز وقال له انا هوريك اني مش ضعيف. بس شودرا كان قوي جدا بزيادة عن اللزوم، كان بيلاحظ كل حاجة حواليه وبيصدر أوامر دقيقة، وكان بيقضي على الحكام بقوة ساحقة. وهو الشخص الوحيد اللي أنا كنت معجب بيه، والوحيد اللي كنت بخاف منه في نفس الوقت. وبعدين بص له بعزيمة وقال له في نفسه أنا دلوقتي داخل أقاتل واحد من التلاتة الأقوى في العالم، ومش عارف لو أقدر أكسب ولا لأ، بس لازم أحاول. وعض على لسانه من الغيظ وبيصرخ وهو بيهجم عليه. وهنا الحاكم بيمسكه من دراعه من رقبته وقال له بسخرية اعترف إنك كائن ضعيف، دايما بترمي فشلك على السلاح بدل ما تعترف إن أنت السبب. أنت بس بتهرب من ضعفك الحقيقي، ومهما حاولت مش ممكن تكسب شخص الكل شايفه إن هو الأقوى. وهنا ريجي بيصرخ بصوت قلقان وقال الوضع بقى سيء جدا، أنا مش قادر أجمع كل طاقتي. والسيف وقع من إيده على الأرض. أما ري فبيرفع عينه وشاف الحاكم بيطلع سيفه ببطء، وكان قلبه بيغرق من الخوف. بس قبل ما يضربه هيومو انقض عليه بسرعة ومسك السيف بنفس الحركة اللي استخدمها الحاكم من شوية، وأنقذ ري من إيده وقال له بثقة سيبي الباقي عليا، أنا اللي هقاتله دلوقتي. وهنا جه مور بيبتسم وقال كويس إنه ما هربش المرة دي. وري بيسأله أنت مش خايف؟ ده اللي قدامك ده نسخة من واحد من أقوى 3 أبطال عظام في العالم، وأنت أخوه الصغير، أكيد عارف هو كان قوي قد إيه. وهيومو بكل ثقة بيقول أنا شفت قوته أكتر من أي حد، عشان كده أنا اللي لازم أقاتله. بس خليني أوضح لكم حاجة، ده مش أخويا الحقيقي، أنا شفت بعيني لما أخويا اتغير قدامي، ومش هسمح لنسخة مزيفة زيه إنها تغلبني. وهو بيهجم عليه هيومو قال بصوت قوي أنا شفت معارك أخويا عن قرب أكتر من أي حد، وسيفه عمره ما كان بطيء بالشكل ده ولا بسيط في حركته. وهنا الحاكم بيضحك ويقول له كلامك كبير قوي على سنك، خلينا نشوف لو هتفضل تتكلم كده بثقة بعد ما أوريك تقنيتي الحقيقية. فجأة جه أمور طار ناحيتهم بسرعة، وهيومو قال بثقة أخويا عمره ما كان غبي كده، أنت مجرد نسخة فاشلة منه. وفي اللحظة دي في خيط غريب طار، وفجأة ربط الحاكم، واتصدم الحاكم وقال إيه ده؟ إيه اللي بيحصل لي؟ واتضح إن ميكي هي اللي استخدمت الخيط ده. وقالت بغضب أنا مش هسمح لمزيف زيك إنه يشوه صورة حبيبي الحقيقي. وهنا جه مور بيبتسم ويقول كالعادة شريكة مثالية، يلا يا هيومو خلص عليه بضربة واحدة. وهيومو بيجهز نفسه واستخدم نفس قوة أخوه المشهورة وانقض على الحاكم بضربة واحدة قوية أنهت عليه تماما. وري كان واقف قدامه بيتفرج على كل اللي بيحصل، وشه مليان غضب. وبعدها انفجر وقال ازاي تاخد المجد مني انا؟ وجري ناحيته. بس ريوزا وقف قدامه وقال له بحزم لو هيومو ما قاتلش كان زمانك انت دلوقتي ميت، اعترف ان هو اللي بطل، واعترف كمان انه انقذك. اما البنت ميكي فبتقول وهي مبتسمه انا شفت بعيني عزيمته الحقيقيه، كان متحد تماما مع السيف، كانه شودرا بنفسه رجع من جديد. من النهارده انا هقف جنبه كحليف وهثبت انه مفيد لينا. وهنا هيومو بيمد ايده ليها بسرعه وبيسلم عليها وقال لها شكرا ليكي، دعمك مهم ليا. لكن جه مور قال له بصوت حاد ما تفرحش قوي، ده مجرد شخص مزيف، كسبت المعركه دي بس لسه المشوار قدامك طويل. وهيومي بيرد عليه بصوت ضعيف وقال له انا عارف، حتى لو السيف اختارني لسه انا وهو بس اللي بنحاول نرجع اخويا الحقيقي. وبعدها رجعوا كلهم لمقر الجمعيه، وريوزا سلم التقرير للحاكم ماسا. وماسا ساله ايه اللي حصل هناك؟ وريوزا قال له اللي واضح ان السيف دلوقتي ما بيعترفش غير بهيومه فقط، ومع كده كان بيعترف بمجهود راي. وماسا قال لو الكلام ده صح يبقى مفيش حد يقدر يعترض، وجود منافس يخلي الاتنين يتطوروا اكتر، خليه يتدرب كويس وانا واثق فيك. وهنا هيومو قال لنفسه بعدها المنظمه اعترفت بيا كحامل للسيف بس من غيره، وانا لسه ضعيف لازم اقوي نفسي. ومن بعدها بدات فتره تدريب شاقه جدا، وميكي كانت واقفه تصرخ وهي ماسكه الساعه في ايديها وتقول يلا بينا يا هيومو لف 10 لفات كمان. وهيومو كان واقف بيتدرب وقلبه هو بيتنفس بصعوبه، انا التدريب ده قاتل بالنسبه لي. وري كان متضايق من هيومو طول الوقت وبيفضل انه يقول عليه ضعيف، وبيفضل يكررها مرات كتير، وده بالظبط اللي ماسا كان عايزه منه. وخصوصا بعد ما خلص تدريب النهارده هيومو فضل يتدرب بالليل مع جيا مور واللي كان بيواجهه في استخدام السيف. اما جيا مور فبيلاحظ ان في حاجه مضايقاه، فهيومو بيساله انت مالك فيك ايه؟ ورد عليه هيومو وقال له ان التدريب من الصباح لليل ماشي،
بس وجود راي جنبي طول الوقت بيتكلم وبيتنافس لوحده ده بقى حاجة مرهقة جدا بالنسبة لي، بيتعب أعصابي. وجه مور بيرد عليه وقال له: أنا كمان مش بحب طريقته، بس هو مثالي عشان يقدر يطورك ويحفزك، اشتغل معاه وما تزهقش. وهيومو قال له: أنا بصراحة كنت أفضل إن أتدرب لوحدي بهدوء. وجه مور بيرد عليه وهو مبتسم وقال له: وجود حد يدفعك دي حاجة بتبقى كويسة جدا، خليك دايما ممتن ليه وخده عامل حفاز. وهنا هيومو وافق وقال له إنه هيسمع كلامه، لكنه استغرب شوية وقال له: ما كنتش متوقع منك إنك تقول كده، بس يمكن عشان أنا معرفش عنك كتير. وهنا جاي مور بيسأله: في إيه؟ وهيومو قال له: ولا حاجة، أولا أنا عايز أبقى أقوى، وبعدها هسألك في اللي في بالي. وبيعدي 3 أيام وري جه وقال له: يلا وقت التدريب الميداني. وهيومو رد عليه وقال له: أنا لسه ما خلصتش قائمة تدريب ريوزا. لكن ري هجم عليه فجأة واضطر هيومو يصد الضربة بسرعة. وري قال له: قلت لك تدريب ميداني والعدو مش هيستناك تكون جاهز. وهنا هيومو بيتنرفز عليه وقال له: كفاية بقى، انت غيران بس عشان انا اللي اتخذت كسيد للسيف. وبدأ يتكلم بثقة: انت طول عمرك بتعجب بشودرا وكنت نفسك تبقى زيه، بس لما خسرت قدامه قررت انك تثبت نفسك اقوى منه، ودي كانت غلطة. وهنا ري بيتعصب وقال له: ما تبقاش اناني، اتعلم من قوته، لو عايز تنقذ اخوك انت لازم تعديه بكتير. وهنا هيومو لمح فرصة وهجم بسرعة خاطفة وضربه، وسيفه لمس الهدف قبل ما ري ياخد باله. وابتسم وقال له: حتى من غير مساعدة جيامور قدرت أوجه الضربة ليك. وري ركع على ركبته وقال له: ما تمسكش نفسك، عادي، أنا عارف إني أضعف، وفي الاختبار ما قدرتش أعمل أي حاجة، والسبب الأكبر إني مش قادر أستغل قوة الحاكم بتاعي. ولو كان عندي سيف كسر اللعنة كان يمكن أكون أقرب لقوة شودرا دلوقتي اللي دايما كنت بعجب بيه. بس خلاص، مش ههرب من نفسي تاني، المرة دي هبقى أقوى. وهنا هيومو بيشوف في عينيه حماس جديد. وري بيكمل كلامه وقال له: انا هحمي الكل بدل شودرا، والمره الجايه مش هخسر. وساعتها بيدخل عليهم ريوزا وقال لهم: استعدوا فورا، عرفنا مكان شودرا. وهيوما بيشد سيفه وقال بحماس: اكيد انا هنقذه. فجاه جه صوت من وراهم بيقول: مش مصدق ان الولد ده هو حامل السيف، شكله اكتر كانه قربان مش محارب. واللي بيتكلم كان واحد من ال3 الكبار واسمه جين. وريوزا رد عليه بحزم وقال له: هيومو هو اللي السيف اختاره، واحنا هنمشي على الخطة، وانتوا ال3 هتكونوا فريق واحد وهتدخلوا الأبراج الساقطة. وهيومو بيستغرب من القرار شوية، بس وشه اتبدل بحماس وقال في نفسه: تمام، التحدي ده أنا جاهز ليه كله. ويا ترى شودرا هيتم إنقاذه من أخوه هيومو ولا لأ؟ والسيف هيختار مين في الآخر؟ كل ده هنشوفه في الفيديو الجاي. مش تنسى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وتعليقك الحلو بيفرحني. في الختام سلام. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper.